مساء الخير. الحقيقة أنا بعمل الفيديو ده لأن أنا فوجئت إن قنوات الإخوان المسلمين الحقيرة خدت الفيديو وفسرته على مزاجها وعلى هواها. الحقيقة ده إفلاس، وأنتوا ناس جهلة وشوية بهايم، ما يتقالش عليكم أكتر من كده. أنا لما بنتقد وأنا جوه بلدي ومحدش عمل لي حاجة، دولة ديمقراطية، وبقول رأيي ورأيي المجرد، مش بسافر بره واخد تمويل واشتم البلد. انا لما بنتقد بقول رأيي بحرية، ولا حد عمل لي حاجة، ولا حد قال لي حاجة، ولا حد هددني بحاجة. لكن ان الاخوان المسلمين ياخدوا الفيديو يفسروه على هواهم، لا لا لا، شوية بهايم ما بتفهموش، ممولين. المذيع المفلس اللي هو كان ممثل كومبارس اللي اسمه هشام ده واخد الفيديو بتاعي. لا يا حبيبي، انا بنتقد النقد اللي بيصدر عني انا بأريحية وبديمقراطية، ومش ضد بلدي. انا برصد حالة مش عجباني. الفرق بيني وبينك ان انا بنتقد وانا جوه البلد وبقول رأيي بحرية وما بخافش ولا حد يخوفني، عشان خاطر انا بقول الرأي اللي يرضي ضميري. لكن تفسروه وتاخدوه وتشتغلوا عليه يا مفلسين، لا. في مثل بيقول ادعي على ولدي واكره من يقول امين. انتوا شويه بهايم ما تعرفوش يعني ايه وطنيه، وما تعرفوش يعني ايه مصري بيرصد حاله هو مش عاجباه بيقولها. وانا بقولها لكم، انا قلتها وانا جوه البلد، قلتها عشان محدش عمل لي حاجه، وقلتها عشان قلت رأيي. يا شوية بهايم، اوعوا تستخدموا الكلام اللي بيصدر عن الوطنيين وتفسروه على حسابكم وعلى هواكم. أنا مصري وأحب البلد دي وبدعم القيادة السياسية بتاعتها، لكن مش معنى لما أشوف حاجة ما أقولش وما أعترضش. لكن ده لا يفسر أبدا إن أنا ضد الدولة. يا شوية بهايم.